هل يجوز أن يتزوج الرجل بمن زنى بها عند سو زنا بسر رباسيت مقابات يشلالوي كتوبة بفيت الله سبحانه وتعالى يوفقنا ايش እንግዲህ درسون أبرن እንመለከታለን ሁላችንም ሼር በማድረግ ለሌሎች እናድርስ من قالوا علماء الله سبحانه وتعالى من الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إلى الله جل في علاه من قالوا وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بيانا وهو ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها صححه الألباني في صحيح أبي داود أشجري بأتقال النجاجر عندما يتوقعوا هلو إن قدمم إن دجلس كت بأولما وش مكاكل سفاي على كركر الله نجرجن ميزان دفيونا تككلن يو يتنياونو يميلون لما ملكتنا يفلقنو أنا من قدي قدي عندما يتوقعوا هلو بزنا عند سو عندي تنسيت بينا كات ويدمو أبروات بيال سالف بزنا سرتو مالتنو الله سبحانه وتعالى يا لون آية أنكر لتالن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة زنا يمي سراسو يمي أقبات زنا عند السو سريواننا وي مشركي هونج نويلا عند الزيو سيتي توام زانية يهونج زنا يمي سرا ويدمو مشرك هون نو يمي أقباو إيه دمو بمؤمنوش لاي حرام نو بلو الله سبحانه وتعالى النام إيه آيات ميام ملاكة طويلة لأولموش لا يصح نكاح الزانية أو الزاني حتى يتوبا فإن لم تتب المرأة أو الرجل لم يصح النكاح من قالوا عند سو كعندت سيتغار زنا بسرا نكاح ما سر بفلقو آي چالم مالو لمن سيبال ተውባ ያስፈልጋቸዋልና እሱ ወይ ደሞ እሷ ከሁለቱ አንዱ ያልተወበቱ ከሆነ ሁለቱም የግዴታ መተውበት ስላለባቸው ያልተወበቱ ከሆነ ኒካህ የላቸውም ኒካሃቸው ባጢል ነው ማለት ነው ለዚህ ማረጋገጫ የሚሆን ሐዲስ አለ من قال أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب كأباتو كآياتو باستلالفو حديث مرثد ابن أبي مرثد يميبال الغنوي يميبال صحابي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق متبال بالغي سيتيو نبرج بالقنا يمتسرى زنا يمتسرى سيت نبرج قدي سموه يكبدال اندزانو لمالت النام باچ ባለጌ ሴትዮ በልግና የምትሰራ ሴትዮ ገንዘብ የተከፈላትና በተለያዩ ሁኔታዎች የምትሰራ ሴትዮ ይወድ ነበር ጓደኛው ነበርች ለዚህ ለማን ለመርተድ ابن ابي مرثد الغنوي እናም እቺ አናቅ የምትባለዋን ሴትዮ ለማግባት ፈለገና ወደ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና ማን መርተድ መጣና ወደ አላህ መልእክተኛ እንዲህ አላቸው أنا كان ما قبات فلقاله وعلاچو لنبي صلى الله عليه وسلم مما اللسو التي مسلاچو النبي صلى الله عليه وسلم زمالو ملس هل سطوتم لمن وحي فلقالو ملكتو كالله اندي متعلاچو بزيم جزي الله سبحانه وتعالى ملكت بامتعلاچو جزي من على الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك زنا يمتسرا سيت የሷ መሰል ዚና የሚሰራ እንጂ ወይ ሙሽሪክ እንጂ አያገባትም የሚል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ወረደ
كزيام نبي صلى الله عليه وسلم ما سرجا سلالاتشو طروت مانن مرثد طروت فدعاني طروني فقرأها علي إهن آية قرولين وقال لا تنكحها نكاح اندات تادرغات اندات تاغبات آلوني أياتشو ما سرجا دليل إهن نبياتشو صلى الله عليه وسلم بزي أين تونيتا يزياتشن أين سيد انداغبا كلكلوت حديث إمام الباني صحيح نبلوتان أقدي قال في عون المعبود فيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا أقدي إيه من ياسايا لالو عند مؤمن زنا كسوا يتهوك أنسيت ماقبات ويدمو نكاح مادرق عندما يفكرناو قالوا يفكر اللتم لسو حلال أيضا لمنا ويدل على ذلك الآية المذكورة في الحديث لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين فإنه صريح في التحريم انتهى منالو علماء إيه دليل نو ما الرقاقج آنو ما سرجانو حرام اندهن اندايا قبات لزيهم ما سرجا يميهونو بزيه حديث استم اندقنا يتقلت أو والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ملو آيانو قالوا بزي حديث يتقلت أو اندقنا بزي آية مجرشة بزي حديث مجرشة علي من آية مجرشة علي وحرم ذلك على المؤمنين يهب مؤمنوش لاي حرام يتدرقانو قال إيه دقمو فإنه صريح في التحريم إيه انقريب زنا يسراتشن የምትሰራን ሴት ማግባት حرام መሆኑን የሚያረጋግጥ ቁልጭ አርጎ የሚያስቀምጥ ነው አሉ والله اعلم እሺ قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة اجن آية ستنتنو إمام السعدي رحمه الله تعالى هذا بيان لرذيلة الزنا وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب الله أكبر يا الله سترا بلو يا الله من قالوا علماء وجه إيه آية يمياسايو قالوا قلص أدرقو يمياسايين ምንድነው ዚና እጅግ አደገኛ ነገር መሆኑን ይሄ ነገር ክብርን የሚያበላሽ ነገር መሆኑን ዚናን ለሰራ ሰው እንዲሁም ደግሞ አልፎም ተርፎ አብሮ የሰራውና ሁሉንም የሚያበላሽ የሚያጨቀይ እንደሆነ ያሳያል ሌሎች ذنوبዎች ሌሎች ኃጢያቶች እንደማያደርጉት فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية زنا يمسرا سو يسو مسل زنا يمتسرا فلقونو ميادرقو تناسب حاله حالها يسو هنيتانا يسو هنيتا يتمساسل نو يمفلقو ويدمو كال هنا أو مشركة بالله بالله يمتشارك بالله سبحانه وتعالى متشارك سن الآلو لا تؤمنوا ببعث ولا جزاء الله سبحانه وتعالى لك يا ما اندمي كسكسنا الله سبحانه وتعالى كلهم اند سراو اندمي مندا يماتامن مشرك يهونش نجالج ولا تلتزموا امر الله يا الله سبحانه وتعالى تئزاز يماتاكبر والزاني كذلك زنا يمسرام اند الزانو لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين اي حرام عليهم ان ينكحوا الزانيه لزم نو مؤمنوش لا زنا يمتسرام ماغبات كلكل نو او ينكحوا زانيه قالوا سلازي إيه عنده نوال ليلو ومعنى الآية يزي آية تنتاني قالوا أن من اتصف بالزنا بزنا يمقل السو من رجل أو امرأة وندم يوسين ولم يتم من ذلك كزيات توبة يا لا درجة توبة كزيات توبة يا لا درجة أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله ذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذلك لا يكون إلا مشركا وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزنا فإن هذا النكاح زنا والنكاح زان مسافح
فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك الله أكبر من قالوا علماء በዚህ የተገለጸ ሰው በዚና የሚጠቀስ ሰው እንደው አጠቃላይ ጁምላውን ብንናገር ሙእሚን ከሆነ ልብ በሉ ወይ ሙሽሪክ ነው ወይ ሙሽሪክ ነች እሷም ከሁለት አንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን ተግባራዊ ከማድረግም አልፎ ካለ ማድረግም አልፎ የሚያጋሩ ናቸው وإما أن يكون ملتزما لحكم الله በመጀመሪያ لا يخلو مع تحريم لذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله يا الله سبحانه وتعالى أن نبياتنا صلى الله عليه وسلم تأزازات فالسمو يما يكبرنا فذلك لا يكون إلا مشركا عند الزامي على الرقم مشركنا وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ويدقمو يا الله أن يا نبي صلى الله عليه وسلم تأزازات يما يكبرنا فأقدم على نكاحه مع علمه بالزنا عند الزائنة النكاح لما درج ገባ በዚያ ነገር ላይ ዚናውን እያወቀ فإن هذا النكاح زنا ይሄ ኒካህ ደግሞ ዚና ነው እንጂ ኒካህ አይደለም حتى من አሉ ኒካህ ዛኒን ሙሳፊህ ዚና ያሉን ቆሻሻ አይነት የተጨማለቀ ዚና ነው فلو كان مؤمنا بالله حقا بأونة بالله سبحانه وتعالى يميان بيون لم يقدم على ذلك ودزي أين السراب بالقبا نبرا ودزينا ومالتنا وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب لزيهم نو نكاح يمت سراسيت ما قبات أي فكدم اسكتتوت بتدرس توبة اسكتادرق اسم توبة اسكادرق وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب فإن مقارنة الزواج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات وقد قال الله احشر الذين ظلموا وأزواجهم قريبا لنا ميستون ومقرانيت تلك هنا قرنيت نو النام እጅግ በጣም ጠንካራው ቁርኝት ነው እንደ ትልቁ መደባለቅ ነው ይሄን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala احشروا الذين ظلموا ازواجهم በዳዮችንና ሚስቶቻቸውንም አብራችሁ ወደ ጀሃነም ንዷቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁረናአሁም መሰሎቻቸውን ሚስቶቻቸውን ብቻ አይደለም فحرم الله ذلك ይሄን ደግሞ አላህ حرام አድርጓል لما فيه من الشر العظيم እጅግ መጥፎ የሆነ ትልቅ የሆነ ተንኮል ያለበት ስለሆነ وفيه من قلة الغيرة ይሄ ደግሞ በቤቱ ላይ በሚስቱ ላይ በልጆቹ ላይ እንፈጽሞ غيرة እንዳይኖረው نعم ቅናት እንዳይኖረው የሚያደርገው ነው وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج ከሱ ያልሆኑ ልጆችን የራሱ ማድረግ ነው وكون الزاني لا يعفها بسبب انشغاله بغيرها ዚና የሚሰራ ደግሞ ሚስቱን አይንከባከባትም እንደዚህ ሲል ሌላ ዚና ቢሰራ ጉዳዩ አይደለም ከዚያም እሷም ትሰራና ሌሎች ከሱ ያልሆኑ ልጆች ይደባለቃሉ በህይወቱ ውስጥ وفيه من قالوا مما بعضه كاف من قالوا وكون الزاني لا يعفها بسبب انشغاله بغيرها مما بعضه كاف في التحريم ይሄ ጉዳይ እንደው የተወሰነው እንኳን ቢያዝ حرام ለመሆኑ ጥርጣሬ የለውም ምን አሉ ابن عثيمين بزي مسلاي من قالوا أن من اعتقد تحريم نكاح الزانية ومع ذلك نكحها فقد عقد عقدا محرما لب بلو أون الزيغا بطام تلك ملكتنا ان دا يلفاتشو من قالوا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان درس بتشالي مثلا ما ساطر فلقالو من قالوا ابن عثيمين عند سو اوكي زنا يمتسران سيت እሷን ማግባት حرام እንደሆነ እያወቀ ኒካህ ቢያደርጋት ኒካሁ ባጢል ነው አሉ ፋሲድ ነው አሉ حرام የሆነ ኒካህ አድርጓል አሉ يعتقد أنه حرام والعقد الحرام وجوده كعدمه حرام የሆነ ነገር መስራት በሱ ላይ የተገነባ ነገር እንደሌለ ነው የሚቆጠረው እንዳል ቢኖርም እንደሌለ ነው የሚቆጠረው فلا يحل له الاستمتاع بالمرأة በዚህ አይነት ሴት አብሯት ሊተኛ ፈጽሞ አይፈቀድለትም فيكون هذا الرجل زانيا في هذه الحال በዚህ አይነት የታሰረ ኒካህ ዚና እንጂ ፈጽሞ የትዳር ኒካህ አይደለም አሉ እደግመዋል አንድ ሰው ኦኬ ዚና የምትሰራትን የሰአብሮ የሰራትን ሴት ኒካህ ማድረጉ حرام መሆኑን እያወቀ ኒካህ ቢያስር
اوكي حرام يهونا نكاح أسراد يعتقد أنه حرام عندهن يوقال إهن والعقد الحرام وجوده كعدمه أياتو والعقد الحرام حرام يهونا نكاح بنورم إن دليل لنو فلا يحل الاستمتاع بالمرأة بزي أنت مست أبروات لتنيا أي قبام عند الزكاة الرجاء زنا يسرانو عارو نجرجن ليلاو كفل ليلاو وجه ويدمو ليلاو فيت لفيت ويدمو ليلاو كفل وأما إذا أنكر تحريم النكاح الزانية نجرجن إيه سو زنا أبروات يسرات نسيت ማግባት የሚችል መስሎ ካመነ እንደዛ የሚያውቅ እውቀቱ እንደዛ ከሆነ ወይ ደግሞ ይቻላል ብሎ የሚያምን ከሆነ وقال هو حلال ነው ብሎ የሚል ከሆነ فيكون هذا الرجل مشركا ይሄ አይነቱ ሰው ሙሽሪክ ነው ይሄ አይነቱ ሰው ሙሽሪክ ነው በዚህ ሁኔታ في هذه الحال لانه احل ما حرم الله ምክንያቱም አላህ حرام ያደረገውን حلال أدرقوالنا وحرم ذلك على المؤمنين إلا الله سبحانه وتعالى أسود مو حلال أدرقوال الله حرام يدرقون حلال الله حرام يدرقون حلال سلا أدرق يا شرك لا يقبطوا لالو شرك يسرانو قالوا ابن عثيمين رحمة الله عليه من قالوا وما قتل وجعل نفسه مشرعا مع الله نسأل الله السلام كالله قار السوء ይሄ ሰው እንደዚህ የሚያስብ ሰው ድንጋጌን የሚሰጥ ራሱን አደረገ وهكذا نقول لمن زوج ابنته رجلا زانيا በዚህም አይነት ሁኔታ ዚና ለሚሰራ ሰው ልጁን የዳራት በዚሁ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚካተተው አሉ ኢብኑ ዑሰይሚን وبهذا በዚህም መሰረት أي تحريم نكاح الزانية نكاح ዚና የምትሰራት ሴትን ኒካህ ማድረግ أفتى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي الديار شيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار بزي فتوى أرقوال من قالوا وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه إيه فتوى أنقري يا ابن عثيمين بتشار اللم يا ابن باز منو أندقنا يا لجنة الدائمة قوامي يا سعودي يا علماء يا فتوى كوميتي فتوى نو حرام نو من كان هنا توبة كميمة قادرس ابن تيمية رحمة الله عليه لما تقال ودساتشو النمطة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من قالوا إيه النقر سيتنتروا الناس يقلسوا من قالوا مسلاችሁ لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين يحرم مناكحتهما على المؤمنين الله سبحانه وتعالى بسورة النور وسط ዚና የሚሰሩ ሰዎችን ሴትምቱን ወንድ ቅጣት ከተናገረ በኋላ የነሱ ኒካህ حرام አደረገው هجرا لهما እነሱን ለማስወገድ ولما معهما من الذنوب والسيئات ባለባቸው ኃጢአትና ባለባቸው ስህተት ምክንያት فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك እንደዛ አይነት ኒካህ ውስጥ የሚገባ ሙሽሪክ ወይ ደግሞ ዚና የሚሰራ ብቻ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها مشرك إيمان اللو إيه إيمان نورو بنورو كان دزي أين السووشنا كزي أين السراء يارك أو نبرا قالوا وأما الزاني زنا إمي سرى مؤمن كونمكن ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا مشرك بايهون إنكوا إيه وسن يميال فسراو وسن يسالفو سراو እንደዚህ አይነት ስራ እንዲሰራ ያደርገዋል አሉ والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داوموا عليه وهذا المعنى موجود في الزاني እንደዚህ አይነት ከባባድ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን እንድንርቃቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዞናል እንደዚህ አይነት ኃጢያቶችን የሚሰሩ ይሄ ደግሞ በዚና ውስጥ ያለ ባህሪ ነውና والله سبحانه وتعالى شرط في الرجال أن يكونوا محسنين غير مسافحين فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين بلو على الله سبحانه وتعالى ይሄንን ደግሞ ልብ ልንለው የሚገባ ነገር ነው አያችሁ محسنين غير مسافحين ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ምክንያቱም ቁርአን አንዱን ይፈስራልና በአጠቃላይ አነጋገር ብንመጣ فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه قالوا ابن تيمية رحمه الله من قالوا من مالتنا إيه نقر علماء فقهاء بزي قد لا بسفيو تنقروال منون زنا يسراج سيت لا نكاح مادرق توبة ሳታደርግ ማለት ነው እነሱም ለምሳሌ እንደ ኢማም አህመድ የመዝሐቡ ባለቤት ኢማም አህመድና ሌሎችም ዑለማዎች እንደውም ሰለፎች ከነሱ የተላለፉ ዘገባዎች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የፍቅህ ባለቤቶች የተከራከሩበትም ቢሆን እነዚያ ይቻላል እቺን ነገር ለሌሎችም አድርሱ ይቻላል ያሉት ኒካህ ይቻላል አንድ ሰው ዚና ቢሰራባት በአንዲት ሴት ላይ ከሱ ውጪ ዚና እንዳልሰራባት እርግጠኛ ነው ተውባ ሳያደርጉ በዚያው ኒካህ ማድረግ ይችላሉ ብሎ ያለ ሰው ሊያዝ ሊጨበጥ የሚችል ማስረጃ የላቸውም ይሄ ነገር ይቻላል የሚያስብላቸው ማስረጃ ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ልንደገፈበት ልንንተራስበት ልናረጋግጥበት የምንችል ምንም አይነት ማስረጃ የላቸውም ይላሉ في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى ስለዚህም ዚና የሰራችን ሴት ተውባ እስክታደርግ ድረስ ኒካህ ማድረጉ አይፈቀድም سواء كان አሁንም ምን አሉ شوفوا ልብ በሉ سواء كان من زنا بها ممن زنا بها أو غيره زنا بسرابات ونديهن بل كليلا ونديهن نكاح مادرك أيفقد اللاتم زنا يسرابات السو يهون ليلا سو يهون توبة أدرقو رحموان ويدمو مهسأنوا كحرام لج كزنا لج يتأرى مهونو اسكير رقاقت الدرس بيانس بأند يور أبابا እስኪረጋገጥ ድረስ ፈጽሞ ኒካህ ማድረግ ከተውባ ጋር ፈጽሞ ኒካህ ማድረግ አይፈቀድላቸውም هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره ስለዚህ ይሄ ነው ትክክለኛው ምንም ጥርጥር የሌለበት ምንም ሸክ የሌለበት ልብ በሉ ይቻላል ያሉት ማስረጃቸው ተጨባጭ አይደለም ስለዚህ እንደዚያ ኒካህ ያደረገ ሰው ጥርጥር ውስጥ ገብቷል ጭንቀት ውስጥ ገብቷል ይሄው የምትሰሙት ነው ቀን በቀን የሚጠይቁት ስለዚህ ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል ጥርጥር ውስጥ ገብተዋል ይሄኛው ግን ምንም ጥርጥር የለውም ሸክ የለውም ምን ማድረጉ ከተውባ በፊት መጋባቸው حرام መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም አላህ በቁርአን ገልጾታል የመርፈድ ሐዲስ ወደዚሁ ያረጋግጥልናል ስለዚህ ሰዋቡ ትክክለኛው ይሄ ነው ይሄ ደግሞ የበርካታ ሰለፎችና ቀደምት ሰሃቦችና ከነሱ በኋላ የመጡ ሳሊህ የዚህ ኡማ ዑለማዎች እንዲሁም ደግሞ የዚህ ዘመን ዑለማዎች መንገድ ነው ከነሱ መካከል የኢማም አህመድ ابن حنبل رحمه الله تعالى መንገድ وهذا هو الذي دل عليه كتاب والسنة والاعتبار ይሄ ደግሞ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አያቶች ያረጋገጡት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ያረጋገጠውና ትኩረት አድርጎ ለተገነዘበ ግልጽ የሚሆን ነገር ነው ከዑለማዎች والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى ከዚሁም እንግዲህ የሱረቱ ኑር አያ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لمنه آية قلصنا كل على بمهونه وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق كسنة وجست دقمو يا مرثد الغنوي حديث سل عناق سل الزج سمي ودات سيت نبي نطيق أبتنا ملس ياغنيبتنو بلوال رحمهم الله تعالى ابن تيمية وعلى من ابتلي
بذلك وعقد النكاح قبل التوبة أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب ثم يعيد عقد النكاح مرة أخرى. من قالوا علماء እናም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በእንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ ያስገባው ሰው ማለትም ኒካህ ዚና የሰራባትን ሴት ወይ ደግሞ ዚና የሰራችን ሴት ያገባ ሰው ተውባ ሳታደርግ ረሂሟ ወይ ደግሞ ማህፀኗ ሳይጠራ በፊት ኒካህ አስሮ አብሯት እየኖረ ያለ ሰው በመጀመሪያ እሷም ተውባ ያስፈልጋቸዋል። ከዚያ በኋላ ደግሞ በሰሩት ኃጢአት ላይ መጸጸት አለባቸው። ሁለተኛ ወደዚህ አይነት ኃጢአትም ላለመመለስ ቁርጠኛ አቋም ይዛሉ። ከተውባቸው እስትግፋር ያደርጋሉ። ከዚያም በኋላ ኒካሃቸው ይታደሳል። ኒካሃቸው መታደስ አለበት ብለዋል። ይሄ ነው የዑለማዎች ትንታኔ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሰሚውንም ተናጋሪውንም አላህ ኸይሩን ከወፈቃቸው የሱ ምርጥ ባሮች መካከል ያደርገን። ወላሁ አዕለም። እንግዲህ በተቻላችሁ መጠን ይሄ መልእክት ሰሞኑን እንግዲህ የሚንሸራሸሩ ቪዲዮዎች አሉ። አንድ ሰው ኒካህ ዚና በሰራባት ሴት እሱ ብቻ እንደሰራባት እርግጠኛ ከሆነ ኒካህ ቢያስርላት ችግር የለውም የሚሉ ፈትዋዎች ብቅ ማለት ጀምረዋል። እየተንሸራሸሩ ነው እንደ አጃኢብ። እነዚህ እንደው እናንተ ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንደዚህ አይነት አሳሳች የሆኑ ነገሮችን ሰዎች እንዳይሳሳቱባቸው ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲዳረስ ሼር በማድረግ ሰዎች እንዲደርሳቸው የማድረግ ኃላፊነት አለባችሁ። ዕውቀት ነው። ይሄን ዕውቀት ደግሞ ከስህተት ሰዎችን ለመመለስ የምንችለው ማድረግ አለብን። እኔ ከዑለማዎች የተረዳሁትን ለእናንተ አድርሻለሁ። እናንተ ደግሞ ለወንድም እህቶቻችን የማድረስ ኃላፊነት አለባችሁ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኃላፊነታችንን የምንወጣ ያደርገን በቻልነው መንገድ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቻናላችንን መሰል ትምህርቶችን አብረን እንማራለን፣ ቤተሰብ እንሆናለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በኸይር ላይ ተሰብስበው ለኸይር ተሰብስበው ኸይር አግኝተው በኸይር ከተለያዩ የሱ ድንቅ ባሮች መካከል ያደርገን። ሁሌም በኸይር ላይ ይሰብስበን ያ ረብ العالمين። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም። እንዳልኩት ሼር ያደረጋችሁ ለወንድም እህቶቻችን አዳርሱ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። አላህ ኸይሩን ይከትብላችሁ። والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.